اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تاني يوم ملك وعمر وآدم وصلوا المستشفى، وصممت ان باقي اهلها ما يعرفوش، وطول اليوم فضلت تعمل تحاليل واشاعات. واخر اليوم قعدت على السرير بتاعها. انتي كويسة؟ ملك وهي بتعيط. كويسة. طب بتعيطي ليه بس؟ انت فاكر ان انا تعبانة من اللف؟ لا خالص، اصلا انا اتعودت على التعب والابر والتحاليل، معظم حياتي مقضيها كده. اللي تعبني ان انا هسيبكم، هعيشكم ألم الفراق. بنتك اللي لسه عروسة راحت بسبب المرض وملحقتش تفرح بشبابها، زعلانة على ماما وبابا اللي ملهمش بنت غيري ومصدقوا يفرحوا بيا. زعلانة عليك وانت معتبرني اختك وصاحبة عمرك، وعمرنا ما خبينا حاجة عن بعض. زعلانة اني هسيبك تتعب وتزعل بسبب. زعلانة على عمر اللي اديته امل في الحياة ووعدته ان انا هكمل معاه. زعلانة ان انا ما خليتوش يتأقلم على الناس، خايفة يبعد عن الدنيا تاني، خايفة اسيبه لوحده. ما تقوليش كده، انتي هتخفي، والله هتخفي ومش هتسيبينا وهنرجع سوا البيت. ما تضحكش على نفسك وعلي. انا من اول يوم قلتلكم ان انا مش هخف، بس رجعت اديت لنفسي امل واديتكم امل، وفعلا ما خفتش. وانا جاية هنا ومتأكدة اني مش هرجع، بس حبيت ان اكافح المرض لاخر لحظة. ادم حضنها وهو زعلان وبيعيط. بس علشان خاطري ما تكمليش، ما توجعيش قلبي زيادة عليكي. عمر دخل هو وهيثم وشافوها وهي بتعيط، قرب منها بقلق. فيكي ايه يا حبيبتي؟ في حاجة وجعكي؟ انا خايفة قوي يا عمر، مش عايزة ادخل، حاسة ان انا هموت. ادم بعصبية. بس بقى انا مش مستحمل، ما تقعديش تقولي الكلام ده، مش سهل عليا اشوفك كده وانا عاجز عن اني اساعدك. مش سهل ان انا اسمع منك كل ده بيقطع قلبي. وسابها ومشي وهو بيعيط. هيثم بلوم. ما كنتش كده يا ملك، انت كنتي حيوية ونشيطة، مهما اللي كنتي بتمري بيه كنتي بتبقي ثابتة ومطمنة اللي حواليك. انا تعبت قلتلكم مش عايزة اتعالج، قلتلي لا اتعالجي وما تخليش المرض يسيطر عليكي وهتخفي، وفي نسبة نجاح كبيرة. ووافقت ساعتها وحسيت بأمل وإن أنا خلاص هخف. وحبيت، لا حبيت ايه، أنا عشقت واتجوزت، وكنت بفكر زي البنات إني هعيش معاه وهكون أسرة وارتاح وبنيت أحلام كبيرة. وفجأة كل ده اتسرق مني، اتسرق عمري وفرحتي وحياتي الزوجية وأهلي. ودلوقتي عايزين نثق فيكو، عايزين نرسم أحلام مرة تانية، عايزين نحس بالأمل مرة تانية. لو أضحك وارسم الابتسامة على وشي وأطمن اللي حواليا إن أنا هرجع واديهم أمل مرة تانية، وأنا ممكن مرجعش ليهم. حس بيا يا دكتور، أنا المرض اتمكن مني وما بقتش قادرة حتى أتكلم ولا أتحرك، أقل مجهود بيتعبني. والله الموت أسهل من الإحساس اللي أنا حاساه دلوقتي. هيثم غصب عنه نزل من عينيه دمع، وآدم اللي كان راجع علشان يصلحها وحس بالعجز والضعف. عمر قرب منها وحضنها وهو بيعيط. بلاش تضعفي يا ملك، أنا باخد قوتي مني علشان خاطري، ما تقوليش كده، والله قلبي وجعني، مش عارفة أساعدك إزاي. ملك أنا آسف، سامحيني. اطلعوا برا لو سمحت، مش عايزة أشوف نظرة الشفقة اللي في عينيك. اطلعوا برا، يلا سيبوني، يلا. الممرضات قربت منها وحاولوا يهدوا فيها، بس هي فضلت تبعد الكل عنها وتصرخ بانهيار.
سابوها واضطر هيثم يديها حقنة مهدئ ونامت بهدوء. لو فضلت على الحالة دي مش هتدخل العملية. أنا بموت وأنا بشوفها كده. لو شايف إنها هيحصل لها حاجة في العملية يبقى بلاش منها. قولي يا دكتور إنها هتخف، كله بإيد ربنا. البروفيسور شاف التحاليل وهيعمل العملية بكرة إن شاء الله، وأنا هدخل معاه العملية، ما تقلقوش. يا رب اشفيها ورجعها لحضني من تاني. وتاني يوم الكل كان متجمع في مكتب هيثم. أنا مش هقدر أدخل لها، عايزني أقويها إزاي وأنا أصلا ضعيف؟ وأنا كمان أصلا هي مش متقبلة كلام من عمر، هتتقبل مني أنا؟ تسمحوا لنا أدخل لها؟ أنت لأ، ما تقلقش، هتكلم معاها بهدوء. عن إذنكم. استأذن أسعد ودخل لها. ممكن أتكلم معاكي شوية قبل ما تدخلي العملية؟ كل واحد بره رافض إن هو يدخلك ويشجعك، وحضرتك بقى اللي هتشجعني يعني؟ حضرتك أكتر واحد بتقولي كلام يحبطني. أسعد بحزن. عندك حق، بس هقولك على حاجة. أنا من حوالي 10 سنين لما كنت طالب في كلية الطب حبيت بنت زميلتي، سنة ورا سنة عشقتها. كنت مقدرش يعدي يوم إلا لما أشوفها، وما استنيتش أتخرج وأتجوزها، وعشت معاها أحلى سنين في حياتي. بقت هي كل حياتي، أختي وصاحبتي وحبيبتي ومراتي، يعني زيك انتي وعمر، ويمكن أكتر كمان. بعدين عرفت إنها حامل، كنا في آخر سنة، وبعدين اكتشفنا إن هي عندها كانسر في الدم، وده من أخطر الأمراض. ما كانش العلم متقدم زي دلوقتي، وكمان هي حالتها كانت خطيرة. كان هيحصل لي حاجة وأنا شايفها بتموت قدامي. قلت لها تنزل الطفل ده وتتعالي. رفضت وقالت إن هي عايزة تسيب لي حاجة منها علشان أفتكرها بيها، وقالت إنها ممكن تموت حتى لو نزلت البيبي. يعني أنا دكتور وهي دكتورة ومش لاقيين حل، يعني هتروح مني. وفعلا راحت مني يا ملك، بس جابت لي أجمل هدية، بنت شبهها بتفكرني بيها بكل حركة بتعملها. الأول ما كنتش متقبل فكرة موتها، بس بنتي محسساني إن هي لسه عايشة. وبعدين اتخصصت هنا وبقيت بعالج أي حد، ولما شفتك افتكرت كل وجعي مع مراتي، وكنت باسع عليكي وبعرفك الحقيقة اللي كنت بخبيها عني أنا وهي، علشان لما يبقى في أمل ويتاخد مني بيبقى صعب صدقيني. بس دلوقتي أنا مطمن إنك هتطلعي من هنا بخير، وهعمل أي حاجة علشان تخف. أنا وعدت مراتي إني مش هحسس حد بنفس اللي حاسة بيه، وبنتي الصبح قالت لي إن هي هتبقى دكتورة زي، علشان محدش يتعب زي مامتها. وأنا عايزك تكملي عمرك اللي معرفتش أكمله. عمر وعيلتك يستاهلوا إنك تخف. ملك بدموع. أنا آسفة يا دكتور، آسفة إن أنا فكرتك بكل الوجع ده وكنت فاهمك بطريقة غلط. أسعد مسح دموعها. ولا يهم، أنا ما بنساش أصلا. المهم عملياتي فاضل عليها ساعتين. جاهزة؟ جاهزة. بعد ساعتين دخل عمر، وكانوا الممرضين بيجهزوا ملك. مدت ايديها علشان يقرب منها. ما تخافش، أنا هرجعلك، لسه في حاجات كتيرة ما عشناهاش. أنا هستناكي هنا، اوعي ما تخرجيش، خليكي فاكراني دايما. ملك حضنته. أنا بحبك أوي يا عمر، انت عايشتني أجمل أيام حياتي، عمرك ما زعلتني، بالعكس كنت دايما سبب فرحتي، وأنا بحبك أوي يا ملاكي. ملك حبيبتي، انت كويسة؟ ما تقلقش، ده مفعول البنج، هناخدها دلوقتي على العمليات. دخلوا بملك أوضة العمليات. ما تخافش، هتخف وهتخرج بالسلامة، وأنا وهيثم جوه معاها، ما تقلقوش. ادعوا كلكم. دخلوا أوضة العمليات، وعمر وآدم قعدوا قدام الأوضة. ملك حبتك أوي يا عمر، لحد دلوقتي كانت بتحارب علشان في عز تعبها ومرضها كملت الفرح علشان تبقى جنبك.
كان تعبها واضح واحنا مش شايفينه. كانت بتابة هنا بتموت، بس مجرد ما تسمع صوتها بتدوس على نفسها علشان ما تعرفش. ملك وصتني ان لو حصل لها حاجة ان اقف جنبك، اخليك دايما تكمل حياتك حتى لو هتتجوز غيرها. بس كفاية يا آدم. ملك هترجعلي، انا متأكد هي مش هتسيبني. ملك قوية. انا هنزل اصلي واقرأ قرآن لحد ما تخرج. وقف عمر على باب أوضة العمليات وهو بيفتكر كل ذكرياتها معاه، ضحكهم وهزارهم وكلامهم، وقلبه بيدق بوجع من الخوف لمجرد إنها ممكن تكون مش موجودة تاني في الدنيا. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.